مش عارفة أبدأ قصتي وأحكيها من أنه اتجاه بالظبط. أنا عملت مصيبة سودا، كارثة كبيرة وذنب كبير أوي. مش عارفة إذا كنت هقدر فعلا إن أنا أكفر عنه ولا لأ. أنا اتجوزت وأنا صغيرة أوي، أول راجل دخل في حياتي. علاقتي معاه كانت كويسة جدا بصراحة. من أول يوم اتجوزت فيه وأنا كنت غصب عني بحب العلاقة الزوجية أوي وبستمتع بيها، وبالنسبة لي هي من الحاجات المهمة اللي في حياتي. معرفش بصراحة السبب ورا ده ايه، بس دي كانت طبيعتي. انا بعد كده خلفت منه بنتي الوحيدة اللي كنت عايشة معاها وليها، انا وهي وابوها احسن حياة. بنتي رانيا. وعلى فكرة انا اسمي وفاء. وبعد فترة ابوها مات الله يرحمه. كان راجل طيب ومحترم وجدع، وكان راجل وسيد الرجالة. بعد ما مات غصب عني معرفتش ان انا اعيش وحيدة ابدا، رغم ان انا كان عندي بنتي، وكانت بنتي بالنسبة لي سنها تحس ان هي اختي الصغيرة مش بنتي. بس معرفتش ان انا اعيش لوحدي من غير جواز. قعدت ادور على اي واحد يقرب مني، وكنت مستنية بفارغ الصبر اي جوازة تجيلي علشان اوافق، علشان معيش كده وانا، وعشان كمان اعيب في نفسي. وناس كتير جدا قالولي ولا عيب ولا حرام، دي حاجة كويسة، مش بدل ما تعملي حاجة غلط. وفعلا جه واحد اتقدم لي وكان اسمه حمدي، كان شغال كهربائي في المنطقة اللي احنا فيها. طبعا بعد موت جوزي بفترة لقيته بدأ ان هو يلمح ان هو كمان عايش لوحده، وان هو نفسه انه يكون معايا والكلام ده. واتجوزنا وكتبنا الكتاب، ويومها خليت بنتي تقعد عند امي اسبوع. وبعد كده جت وعاشت معانا وكبرت بنتي وسطينا، وكان بالنسبة لها هو ده، حمدي ده هو أبوها. مفيش فرق كبير، لأن هي تقريبا لما دخلت علينا في حياتنا كان عندها تقريبا 14 سنة 16 سنة. كبرت وبقى عندها 22 سنة، بقت عروسة. كل ده وهو معانا. أوقات كتير قوي كنت بلاقيه بيبصلها كده بصات مش كويسة على جسمها، وكنت باخد بالي قوي ساعتها. كنت بزعقله واقوله وبعدين يا حمدي عينك، مالكش دعوة بالبنت واحترم نفسك. كان ساعتها يقولي انت عبيطة يا ست انتي، دي بنتي. رانيا دي كأنها بنتي بالظبط، مفيش فرق ابدا بيني وبين ابوها الله يرحمه. قلت له بنتك مش بنتك، انا بقولك اهو، لم عينك. يقولي يا وفاء عيب عليكي، ما انتي عارفة اللي فيها. والحقيقة بقى حمدي ده صحته كده على قده، كان غير المرحوم أبوها خالص. كان راجل كده خيخة يا دوبك شوية صغيرين، ولاقيه بينهج وعرقان وتعبان ومدهول على عينه. مش بقول يعني ان هو مش راجل، بس يعني ما كانش جامد وكانت صحته على قده شوية. وقلت خلاص هعمل ايه، ما باليد حيلة. المهم ان انا موجود في حياتي راجل والسلام. وبعد كده اتقدم لبنتي واحد كان اسمه مصطفى، وكان شاب محترم وحلو وطويل طول بعرض كده، وهيئته كانت جميلة أوي الصراحة. وأول ما جه واتقدم لبنتي رانيا، لأن رانيا كانت حلوة أوي طبعا لأمها، وعجبته وعجبها. تممنا الجوازة، والحقيقة إن حمدي كان واقف معاها فعلا كأنه أبوها بالظبط. كل اللي هي كانت عايزاه لجوازها جابه جابه لها، وأي حاجة كانت بتحلم بيها عملها لها. وبرضه مصطفى كان نفس الحكاية. كان بصراحة فرحان جدا ببنتي طول فترة الخطوبة، وهي كان باين عليها ان هو هيموت عليها. لكن بعد الجواز ما كملوش شهر والتاني والتالت، ولقيت بنتي كل شوية زعلانة وغضبانة. تيجي زعلانة ومتنكدة اقول لها مالك يا رانيا يا حبيبتي، قوليلي فيكي ايه. تقولي انا تعبانة يا ماما. اقول لها تعبانة من ايه يا بنتي وانت لحقتي؟ تقولي تعبانة والله ومش قادرة، بس ما كانتش بتفهمني اي حاجة. بعد كده بقيت اضغط عليها واقول لها انا عايزة افهم ايه المشكلة، ايه اللي بينك وبين جوزك، خصوصا ان برضو لما كان مصطفى يجي ياخدها كان بيبقى باين على وشه ان هو زعلان، هو كمان. وما كانوش بيرضوا يحكولي. بعد كده لقيت بنتي رانيا كل ما تبقى جوزها زعلان وهي زعلانة تحكيلي،
واكتشفت السبب اللي كان بالنسبة لي غريب بصراحة. أنا كنت أتمنى أكون مكانها. لقيتها بتشتكيلي إن مصطفى بيحب العلاقة الزوجية أوي، وبيحب إن هو يعمل الموضوع ده كتير، أكتر من مرة ووقت طويل، والموضوع ده بالنسبة لها بيكون مرهق يعني، وهي مش عايزة كده. قلت بيني وبين نفسي سبحان الله، واحد صحته على قده ومعايا أنا، وأنا ببقى عايزة بصراحة الموضوع ده وبحبه، وبنتي ملهاش في الكلام ده، وربنا عطيها واحد صحته جامدة. وبقيت استغرب قوي من الحال اللي احنا فيه. كان زمان خالص واحنا صغيرين، كان واحدة صاحبة أمي كانت بتقولي يا بنتي يا وفاء اوعي تحكي الأسرار اللي بينك وبين جوزك لحد. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي يعني الواحدة صاحبتك، لأن ساعتها الستات ما بتبقاش عارفة حاجة في الموضوع ده قد كده يعني. مثلا واحدة يكون جوزها صحته على قده ومتعودة على كده وما تعرفش حاجة أكتر من اللي هي بتحصل بينها وبينه، فما بتبقاش فاهمة أي حاجة غير ده. ولو سمعت بقى الكلام من واحدة تانية جوزها كويس، ساعتها ممكن تبص لجوز صاحبتها وممكن تستغرب أو ما ترضاش بحالها. فكانت دايما بتقولي كل واحدة تخليها في اللي معاها، ما تفتحوش عين بعضكم على حد، واللي بيحصل في البيت ده يكون بينكم وبين بعض. بس بصراحة كلامها كان صح، لأن اللي حصل لما بنتي رانيا قالت لي رغم ان انا ما نصحتهاش النصيحة دي، انا لو كنت نصحتها ما كانتش هتيجي تقولي اللي بيحصل بينها وبين جوزها. انا بقى ما نصحتهاش، وهي جت حكت لي ولفتت انتباهي قوي لجوزها مصطفى. وبقيت كل مرة كل ما تتعارك معاه وتيجي تحكيلي، وانا بصراحة كنت بسكت وبسمعها. هي بس تيجي تقولي انا تعبت يا ماما، انا زعلانة يا ماما، اقول لها ليه؟ قوليلي اللي حصل بالظبط وفهميني. وتقعد تحكيلي على كل التفاصيل بتاعة العلاقة اللي ما بينها وبين مصطفى. وساعتها غصب عني لقيت نفسي بفكر فيه وبتمنى ان انا كان حمدي يبقى زيه كده. كنت افتكر حمدي وطريقته واسلوبه واتغاظ قوي، ومعرفش ازاي ده حصل وازاي جاتلي الفكرة الشيطانية دي. بس ساعتها لقيت نفسي بحلم بمصطفى كتير، كل يوم احلم ان هو معايا، كل يوم انام وهو شاغل تفكيري. ولما اصحى من النوم اقعد اضحك وابقى مستغربة انا ليه حلمت الحلم ده، طب عشان خاطر ايه؟ وبعدين بقى كل شوية على كده لحد ما فهمت ان انا بقيت متيمة بمصطفى وبحبه قوي، وبتمنى ان انا اكون معاه بجد. وما بقيتش عارفة ساعتها احل الموضوع ده ازاي. وفي عز ما انا عمالة افكر كده، لقيت رانيا بنتي جاية ومطفلحة من العياط. اتخضيت قوي وقلت لها مالك يا رانيا في ايه؟ قالت لي الحقيني يا ماما، مصطفى خلاص هيطلقني، مصطفى زهق مني ما عدتش نافعاه. قلت لها ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي نفس المشكلة يا ماما اللي انا قلتلك عنها، مصطفى بيقولي ان انا مش هنفع معاه الكلام ده، ومادام انتي مش مكفياني ومالية عينيا يبقى انا من حقي ان انا اتجوز تاني. ما انا مش معقولة ابقى متجوز وابقى ناقصني الحاجة اللي انا بحبها دي، امال الجواز ليه؟ الصراحة بقى انتي مش عارفاني ومش مخلياني قادر ان انا اسيطر على نفسي. انا قوتي الحمد لله تسمح لي ان انا اتجوز بدل الواحدة 4، بس انا ظروفي ما تسمحش ال4، هتجوز واحدة كمان. وطبعا ساعتها انا قلت لها مش هينفع، وما تخافيش وما تقلقيش انا هحللك يا حبيبتي الموضوع ده كله، وصدقيني بس انت اسمعي كلام امك. طبعا البنت قالت لي يعني هتحل ازاي ده يا ماما، انا مش عارفة اعمل ايه، وبصراحة بجد انا تعب منه وببقى على طول تعبانة وظهري بيوجعني، وهو ما بيرحمنيش وما بيعتقنيش، وانا خلاص زهقت. بس نفس الوقت انا مش عايزاه يتجوز عليا لان انا بجد ممكن يجرالي حاجة، وبرضه مش عايزة اتطلق، انا عايزة حل وسط. قلت لها ما هو انا بقى هجيبلك الحل اللي انت عايزاه، الحل اللي هيريحنا كلنا، بس انت كده ركزي معايا يا حبيبتي ويا قلب امك، وملكيش دعوة بالباقي. ومعرفش الفكرة دي جت في دماغي منين وازاي، ولقيت نفسي بتكلم مع بنتي بمنتهى البرود، مش عارفة بجد جبت الجرأة دي منين. وقلت لها بصي بقى عمك حمدي صحته مش قد كده يعني، مش جامد قوي، وعايز حد ضعيف زيك كده،
بنتي بصتلي ومتنحالي بتقولي يعني ايه مش فاهمة حاجة يا ماما. قلت لها يعني ايه يا حبيبة قلبي، انا مصطفى ده يليق عليا انا. بصراحة مش هتكسف منك، انا بقالي كتير وانا مستحملة حمدي وما هوش مالي عينيا، بس انا قلت اهو راجل والسلام. مادام ما ربنا بعتلي مصطفى لحد عندي وهو عايز يتجوز بدل الواحدة 2 و4، لا بقى، انا يا ستي هنبدل مع بعض. انتي خدي حمدي اللي صحته على قده، وانتي صحتك على قدك، وخليني انا مع مصطفى، وما تشغليش بالك انا هخليه ما يبصش لواحدة تانية، والله العظيم ما هعتقه. لقيت بنتي بتصوت في وشي كده وبتقولي انتي عبيطة يا ماما، ايه ده يا ماما اللي انتي بتقولهولي ده، انتي اكيد حصل لعقلك حاجة. قعدت واكيد طبعا الشيطان كان حوالينا في الوقت ده. قعدت اقول لها يا خايبة يا مايلة، ما هو كده كده هيبقى معاكي ومش هيسيبك، ومنين ما يشبع خالص انا هسيبهولك، وكده هنضمن ان هو ما راحش لاي واحدة تانية. يعني انت امك ولا الغريبة؟ بنتي بصتلي كده وقالتلي بس يا ماما هو ده ينفع؟ قلت لها اه طبعا ينفع، مادام احنا الاتنين هنريح بعض، ايه المشكلة؟ انا هريحك وانت تريحيني، وما تشغليش بالك بأي حاجة، انا هعمل الموضوع ده بالتدريج. قالت لي طب يا ماما دلوقتي لو حتى وافقت، مين اللي قالك ان مصطفى وحمدي هيوافقوا؟ انت يا ماما فكرتك دي مجنونة، ومحدش هيتخيل الكلام اللي انت بتقوليه ده، ومش راكبة مع بعضها. قلت لها يا حبيبتي ما تشغليش بالك، انا برضو عندي ترتيب لكل حاجة. هو انت ما كنتيش بتاخدي بالك لما عمك حمدي كان على طول بيبصلك، ولا انت كنت عاملة نفسك عبيطة؟ قالت لي بس انت يا ماما كنت بتزعقي له ساعتها وكنت بتقولي له عينك. قلت لها معلش الوضع دلوقتي مختلف، دلوقتي احنا بدل ما نخرب على بعض، انا زهقانه من حمدي وانت زهقانه من جوزك، احنا كده بنعمر بيوتنا. ومعرفش بجد جبت لها الكلام ده منين. انا كنت بقول اي حاجه كانت بتيجي على بالي كنت بحاول كده ان انا ادخلها لها في دماغها. وطبعا تفكيري ده معرفش جاني منين، بس هي وزة شيطان، ومش شيطان ده ابليس نفسه، هو اللي كان ساعتها بيوزني. وخلصت الكلام مع بنتي وكانت خلاص بدأت تقتنع، هي عايزة تفضل عايشة مع جوزها، مش عايزة تسيبه. أصل مصطفى حلو وكويس ومريح في كل حاجة إلا الموضوع ده، وأنا كنت مخنوقة من حمدي وخلاص. الموضوع بالنسبة لي فضله تكة كده ويخلص. قلت لها احنا هنبدأ خطتنا من النهاردة، أنا هاجي عندك. قالت لي تباتي عندي يا ماما؟ قلت لها اه، على اساس ان انا جايه اصلح ما بينك وما بين جوزك، وانتي ملكيش دعوه باي حاجه خالص. اليوم ده رحت واخده قميص نوم حطاه معايا، ورحت رايحه على مصطفى بعد ما رحت عندها. دخلت هي تعمل الاكل وانا قعدت اقول له مالك يا مصطفى يا ابني في ايه؟ بصلي باستغراب، وكنت اول مره البس قدامه حاجه عريانه، فلقيته مكسوف كده ووشه احمر ومش راضي يبصلي. قلت له على فكرة يا مصطفى، أنا زي أمك يا حبيبي، عادي واتكلم معايا. على فكرة بقى، رانيا حكيت لي على المشكلة اللي بينك وبينها، وأنا شايفة يعني إن أنت يعني بالراحة شوية عليها، أصلا أنا سمعت بجد إن أنت في الموضوع ده فظيع. قال لي مش قصدي والله يا ماما، بس يعني ومش عارف يتكلم. رحت قايله له بقولك ايه، اتكلم معايا عادل وعادي، وما تتحركش، الحاجات دي ما فيهاش احراج، انا عايزاكم تبقوا عايشين مبسوطين. قال لي بصراحة بقى يعني رانيا مش قايمة بدورها معايا كويس، كل ما اجي يمها تبقى تعبانة وما هياش قادرة وتقعد تعيط وتوقوقلي زي العيلة الصغيرة، وانا بصراحة ما ببقاش اكتفيت لسه في الموضوع ده، ومش عارف بصراحة أعمل معاها إيه. كلمتها أكتر من مرة على فكرة، وقلت لها كده بالراحة، وقعدت أودها وسايسها، بس برضو المسايسة مش عاملة لها أي حاجة. فأنا فاض بيا بقى الصراحة وما تأخذنيش يعني. قلت له لا يا حبيبي ولا يهمك، وبعدين هقولك على حاجة، أنا زيك برضو كده. بصلي وهو بجد عينيه ديت كانت هتطلع لبره. قال لي زيك ازاي يعني؟ قلت له يعني انا زيك برضو، انا نفس القصة اللي انت فيها دي ومش عارفة اعمل ايه. وعمك حمدي يا دوبك صحته على قده، عامل زي رانيا كده، هما الصراحة لايقين على بعض.
وقعدت ارميله كلام من هنا ومن هنا ومن هنا، وطبعا هو فهم الكلام بس ما بين السطور مش بشكل مباشر. وكنت مستنية اللحظة اللي أنا أحس فيها إن هو فعلا ممكن يتقبل مني الفكرة دي. وأول ما حس إن هو مندمج ومركز معايا، طبعا الكلام ده كنا خلاص بقى آخر الليل، والعيال كلنا وشربنا وانبسطنا وقعدنا وهزرنا وكل حاجة. وقبل النوم كلمته تاني وقلت له بص بقى، انا عندي حل لمشكلتك دي، بس بصراحة مش عارفة يعني انت هتيجي معايا سكة في الموضوع ده ولا ايه؟ قال لي خير قوليلي اديني سامعك، انا مش هخسر حاجة. قلت له بص بقى يا مصطفى، انا طول عمري كنت بدور على راجل كده زيك، لان ابو رانيا الله يرحمه ويسامحه كان بصراحة حاجة فظيعة. وجيت هتجوز حمدي اتخدعت في شكله مع انه طول بعرض، بس صحته مش قد كده. فانا عندي استعداد ان احنا نبدل مع بعض. طبعا كلمتي دي خليته ضرب اسداس فخماس، وما بقاش متخيل ان امها اللي بتعرض عليا العرض ده. بس انا مش عارفة. المهم بعد ما قلتله كده قعدت ساكتة كده من الصدمة تقريبا 10 دقايق، وبعدين قلتله انت هتفضل سرحان كده يعني ولا ايه؟ قال لي بس ازاي يعني ان انتي شايفة الموضوع ده عادي؟ ده مش عادي. قلت له يوه، ده في ناس كتير بتعمل كده بس بيبقوا غربة عن بعض. على الأقل احنا هيبقى زيتنا في دقيقنا ومحدش هيشك في حاجة. انت جوز بنتي وهي بنتي وانا حماتة، يعني مروحنا ومجينا عند بعض مش هيلفت نظر اي حد خالص. وانا ماليش الا هي، عادي جدا ان هي تجيلي. قال لي طب وعم حمدي؟ قلت له عمك حمدي بقى ده سيبه عليا انا هروح وما تشغلش بالك. والله عرفت خلاص وخلصت كل حاجة. هديكم تليفون واقولك تعالى علشان تتعشوا معانا بكرة. لو في اي جد جديد هنحلها برضو، لان انا بصراحة مش هتنزل عنك. قلت له الكلمتين دول وكان فعلا ابليس كان واقف جنبي في اللحظة دي. وخدت بعضه ومشيت وانا عمالة افكر هجيبها لحمدي هو كمان ازاي. بس بالنسبة لي التقيل كله عدى وما فاضلش الا حمدي. روحت اليوم ده وتاني يوم بالظبط اتصلت على رانيا بنتي وقلت لها انا عايزاكي تجيلي وانتي عارفة عمك حمدي على طول بيعكسك، عايزاكي بقى المرة دي تتجاوبي معاه. بصت لي طبعا بقلة حيلة وقالت لي حاضر يا ماما. قلت لها بصي يا رانيا، اللي احنا نعمله ده هيظبطك ويريحنا كلنا، وانا عاملة يا حبيبتي علشان مصلحتك، لكن انا في الحقيقة كنت عاملة على مصلحتي. انا كنت هتجنن على مصطفى وعمالة افكر بأي شكل ان انا ابقى معاه، ولما ابقى معاه قدامهم مش هيبقى فيها اي مشكلة. غير برضو ان انا يبقى في علاقة بيني وبينه في السر. افتكر كان ممكن اعمل ده، بس انا معرفش ايه اللي جاب في بالي فكرة البدل دي. فكرة ان انا رانيا بنتي صحتها على قدها هي اللي جابت لي في دماغي الموضوع ده، معرفش ازاي. المهم فعلا هي سمعت كلامي وجد. وحمدي كالعادة بتاعته معظم الوقت بقى قاعد في البيت وفعلا فضل يبصلها. بس المرة دي بقى هي بصت له وقعدت تهزر وتضحك معاه، وهيئت له ان هو يقبل الموضوع ده، ولما اجي اتكلم معاه يكون هو فعلا مستعد. وبرضه نفس الحكاية لما لقيته خلاص على اخره رحت رايحاله وقايلاله انت ايه مالك ومال البت؟ يعني هي عجباك؟ فبصلي كده وقالي جرى ايه يا وفاء مالك انت اتجننتي يا ست انت ولا ايه؟ قلتلك دي بنتي والله. قلتله يعني هي مش عاجباك؟ يعني مش عايز تقضي معاها وقت ولا حاجة؟ راح قايل انت بتهزري صح؟ قلتله لا انا بكلمك بجد. قال لي في ايه يعني؟ ده انت كنت على طول بتزعقيلي لو حتى بصيت لها بصة عادية. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قلتله بقولك ايه يا حمدي، انا هقولك اللي فيها. انا عندي استعداد اخليك تقضي كام يوم مع بنتي، هي عجباك؟ يعني لو جبتها لك لحد عندك توافق؟ راح باصص لي كده وقال لي هو انت بتتكلمي بجد يا وفاء ولا انت دماغك فيها حاجة ولا انت شاربة حاجة ولا ايه؟ بس انا عارف ان انت مالكيش في المخدرات. قلت له لا مش شاربة حاجة، بس شايفاك يعني هتتعبت على البنت. والله لو عجباك قول،
بعد ما طبعا قعدت اتكلم معاه وهو يجي يمين وشمال، طبعا في الاخر كان هو اصلا باين عليه. راح قايل لي طيب انا لو وافقت هتعملي ايه؟ وقلت له بس في شرط صغنن قد كده اهو. قال لي ايه؟ قلت له الشرط الصغنون ده بقى ان انا زي ما هسيبك معاها انت هتسيبني مع مصطفى. قال لي ايه انت عبيطة ولا ايه؟ انت اتجننتي في دماغك؟ قلت له الله، طب ما انت هتبقى معاك رانيا، عايز بقى مني انا ايه؟ انا هبقى مع مصطفى، مصطفى لايق عليا من الاخر كده، ورانيا بنتي تعبانة معاه وهو صحته جامدة شوية عليها، ورانيا حنينة كده وعاملة زيك، عايزة كل حاجة بالراحة. انا بقى كان نفسي في واحد زي مصطفى، والشهادة لله ان ابوها الله يرحمه كان كده برضو. انما انت من ساعة ما اتجوزتك وانا معشتش معاك ساعة واحدة زي اللي الله يرحمه، فخلاص اهو جه قدامي، ودي فرصة لينا كلنا، ادينا نغير شوية ونجدد من الموضوع ده احسن، ان انا زهقت الصراحة. قال لي انا مش عارفة اقولك ايه، والله الفكرة اللي انت بتقوليها ديت انا عمري ما سمعت عنها ولا في الافلام حتى. قلت له بقول لك ايه، هتقعد تفكر كتير؟ قولي دلوقتي اللي انت عايزه، موافق وتقضي يوم مع رانيا ولا لأ؟ قال لي خلاص انا موافق. اتصلت وقتها على مصطفى وقلت له احنا مستنيينكم بكرة على الغدا. ساعتها هو فهم ان الموضوع خلاص خلص، وقلت له اعملوا حسابكم هتباتوا معانا يومين كده ولا حاجة، وانت بقى وايه وذوقك، عايز تقعد اكتر عايز تقعد اقل براحتك خالص. قال لي خلاص ماشي، وقفل. وتاني يوم كالعادة حمدي يبقى قاعد في البيت وما وراهوش اي حاجة، راح حلق وظبط نفسه. ساعتها انا بيني وبين نفسي قلت ده واضح فعلا ان البت رانيا عجباه، ده عمره ما عمل كده معايا ولا كان مستعد بالشكل ده. وفضل طول اليوم كأنه هيتجوز النهاردة. وجا مصطفى هو ورانيا مع بعض، برضو مصطفى كان داخل برضو زي القمر، ورانيا كانت مكسوفة شوية، بس اليوم ده عدى، وكل واحد مننا في اليوم ده بالليل قعد مع التاني، وبدلنا مع بعض في اليوم ده. أنا حسيت إن أنا صغرت 20 سنة، وكنت حاسة إن أنا خلاص مسكت الدنيا باللي فيها، وكل حاجة نفسي فيها عملتها. ومصطفى فعلا زي ما بنتي قالت، أصلا كانت هي بتحكي لي كل حاجة بالتفصيل، علشان كده خلتني فعلا أفكر فيه وأشغل بالي بيه. وهو بصراحة طلع زي ما هي قالت بالظبط. قضينا كان يوم مع بعض، ومن كتر ما كان احنا صوتنا عالي بدأت بنتي رانيا تنادي علينا وتقول